Yang tak ada. Jadi mudah-mudahan kata Syekh, Allah dah walaupun tak ada bekas pun, bekas-bekasnya pun dah hampir lenyap, kita doa pada Allah Taala supaya kita dapat bertemu dengan mereka itu. Amin ya rabbal alamin. في هذه الأبيات يقول: متى أراهم وأنى لي برؤيتهم. يقول: هم عزيزون جدا وأخفياء، يعني لا ينالهم الإنسان إلا بالجد والاجتهاد والصدق والإخلاص، لأن الله عز وجل أخفاهم في خلقه كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان، وأخفاهم في عباده كما أخفى ساعة الإجابة من يوم الجمعة، فهم أخفياء. يقول: ولأنهم أخفياء متى أراهم وأنى لي برؤيتهم. يعني يقول: أيها المريد، أيها التلميذ، أيها الطالب، أيها الفقير، ابحث عنهم بجد وإخلاص، فهم من سبل الله عز وجل الموصلة إلى الله. والله عز وجل تكرما وتفضلا وعد المجدين المجتهدين في طلب سبله أن يهديهم إياها. نعم. Jadi kata Syekh, mata arahum, agaknya bilalah, katanya pengarang, bilalah aku boleh melihat para wali-wali ini. Masya Allah. Dia kata, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. متى أراهم وأنى لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم. يقول من لي وأنى لمثلي، يعني يقول أنا ضعيف، أنا مذنب، وهم لا يجتمع بهم إلا الصادق الطائع، يتهم نفسه، وهذا الاتهام هو الذي يؤهله للجمع بهم. إذا رأى نفسه أنه لا يستحق أن يجتمع بهم، من الله عز وجل عليه بأن يجمعه بهم. لماذا؟ لأن نكران الذات وهضم النفس أهم شيء في طريق الله تعالى. الله. من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدرا، يعني على أماكنهم وعلى موائدهم ومواردهم التي لم ألقى بها أي كدر ولا نكد ولا صعوبة ولا شقاء ولا تعاسة، لأنهم في سعادة مع الله سبحانه وتعالى. من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدرا أحبهم. يقول: أنا أحبهم. والرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، كما قال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنت مع من أحببت. قال الرجل: يا أعرابي، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بصوت الأعراب، لا يقول يا رسول الله، لا يخفض صوته، وإنما يقول يا محمد، والنبي يجيبه بنحو صوته: ها أمو، يعني نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأجابه بنحو صوته. الرجل يقول يا محمد لأنه من الأعراب، والنبي يقول ها أمو، يعني نعم، ماذا تريد؟ قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. حينما نادى الأعرابي رسول الله بهذا النداء غاضب الصحابة: كيف تنادي هكذا؟ لكن حينما أجابه النبي بنحو صوته سكت الصحابة. فحينما قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال سيدنا أنس راوي الحديث: وأنا، قال: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كما فرحنا بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم. هذا يقول: أحبهم، أنا لست مثلهم لكني أحبهم وأداريهم، أنا أكون معهم على قدر طاقتي، على قدر استطاعتي، وأثيرهم، أفضلهم على غيرهم، أثيرهم من الإيثار، وهو أن يفضلهم على جميع من سواهم. أحبهم وأداريهم وأثيرهم بمهجتي، بقلبي، ليس بلساني بل بقلبي، بمهجتي، وخصوصا منهم نفرا، لا سيما المتقدمين منهم حاملي الراية الذين يدعوننا إلى الله بالحال وبالمقال، والذين نستفيد من لحظهم قبل لفظهم. نعم. Jadi katanya Syekh, kenapa disebut 3 bait ini? Karena wali-wali Allah ni sangat susah nak dapat.
dan tidak dapat untuk bertemu mereka tu melainkan orang bersungguh-sungguh mencari mereka. Al-mujidun, orang-orang yang betul-betul benar-benar mencari. Bahkan nak dengar cerita pada mereka itu pun sangat susah. Maka kata Syekh Mali, siapakah yang boleh membantu aku untuk bertemu dengan mereka? Dan orang baca bagaimana orang seperti aku boleh bertemu mereka? Jadi ini dipanggil hadmun nafsi. Dia meletakkan bila seseorang itu rasa diri dia tak layak untuk bertemu dengan wali Allah, itulah sebab untuk dia boleh bertemu dengan wali Allah. Itulah yang sebab yang memungkinkan dia apabila dia ittihamun nafs, apabila dia berasa diri dia kurang, tak layak, maka pada ketika itu dia akan layak untuk bertemu dengan para wali-wali Allah. Maka dia kata bagaimana orang seperti aku boleh bersama dengan mereka di atas satu tempat ibarat satu tempat minum yang tidak ada padanya sebarang kekeruhan. Maka ini diceritakan uhibbuhum, kata Syekh, aku cinta kepada mereka, mana kepada orang soleh walaupun aku tidak sama dengan mereka. Ini disebutkan dalam satu peristiwa dalam hadis Nabi SAW. Ada orang Arab Badui memanggil Nabi dengan panggilan yang suara yang keras, ya Muhammad. Jadi para sahabat bila dengar orang angkat suara dengan Nabi ni, para sahabat jadi marah lah, apa angkat suara dengan Nabi SAW. Tapi orang Badui dia angkat suara dengan kuat dan Nabi menyahut panggilannya seperti mana cara orang Badui juga jawab. Bila dia panggil ya Muhammad, Nabi pun jawab ha umum. Dia kata ha apa dia? Naam, apa dia? Apa yang kamu nak? Maka orang Badui itu sebut muhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Ada orang yang kasih pada satu kaum tapi dia tak sama, dia tak serupa dengan kaum tu. Dia suka kepada orang baik tapi dia bukan orang baik. Badui itu tanya soalan. Maka Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu kasih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila dengar jawapan Nabi kepada orang Badui itu, saya demi Allah tak pernah rasa gembira selepas saya masuk Islam dengan sebagaimana gembiranya saya mendengar jawapan Nabi. Sebab semata-mata kasih kepada orang soleh itu akan menyebabkan kita bersama dengan mereka nanti di akhirat. Maka kata Anas bin Malik, Aku ini cinta kepada Nabi SAW, dan aku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Maka aku berharap aku akan bersama dengan mereka nanti sekalipun aku tidak beramal dengan amalan mereka. Jadi kata Syekh wa udarihim, maknanya saya nak bersama dengan orang-orang soleh sekadar kemampuan aku, ala taqati, mengikut kemampuan aku duduk bersama dengan mereka. Wa uthiruhum, dan aku akan melebihkan mereka bimuhjati, dengan hati aku. Maknanya bukan semata-mata dengan kata-kata, aku melebihkan dengan hati aku. Dalam hati aku anggap mereka lah yang paling utama. Wa khususan minhum munafara, dan secara khususnya sesatu-satu kumpulan daripada mereka. Yang dimaksudkan di sini orang-orang terdahulu, kata ulama, para awliya, orang-orang soleh yang mana kita boleh manfaat, yang mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal ehwal mereka, dan juga mana kita boleh manfaat dengan mereka dengan semata-mata lihat pada mereka sebelum mereka bercakap. Intafa'na bilahzihim qabla lafzihim, mana kita boleh manfaat daripada dengan melihat mereka tu sudah memberi manfaat kepada mereka. Naam. هنا جعل الشيخ يعدد في خصالهم وأوصافهم الحميدة الطيبة. قال هم قوم كرام السجايا، يعني خصالهم كريمة وأوصافهم جميلة وخلالهم حميدة. قوم كرام السجايا، جميع أوصافهم كريمة، حيثما جلسوا في أي مكان وجدوا فيهم هكذا. هم كرماء في الطباع وفي الخصال وفي الأوصاف مع الخلق جميعا. حيثما جلسوا يبقى المكان، يعني الذي يجلسون فيه، على آثارهم عطرا، يعبق المكان الذي يوجدون فيه بريح طيبة من مجرد وجودهم فيه. ثم يقول يهدي التصوف من أخلاقهم طرقا، هذه يعني تروى بطرقا وتروى بطرفا. طرفا يعني جزءا من أخلاقهم، لأن أخلاقهم كبيرة
وكثيرة وعظيمة لا يعلمها إلا الله. التصوف يعطيك جزءا منها أو يعطيك طرقا منها، يعني أنواعا متعددة، لأن لله تبارك وتعالى في عباده يعني طرقا يعبد بها على عدد أنفاس الخلائق، فهم يعطونك الشجاعة، يعطونك الجرأة، يعطونك الكرم، السخاء، الحلم، الرأفة، الصفح، العفو، الصبر، الزهد، الورع، أخلاق كثيرة عندهم. هذا التصوف يقدم لك من هذه أنواعا كثيرة، وأنت تأخذ منها شيئا فشيئا حتى تتخلق بأخلاقهم وتقتدي بهم وتتأسى بهم وتكون قريبا من أخلاقهم. يهدي التصوف من أخلاقهم طرقا حسن التألف منهم راقني نظرا. حسن تألفهم يعني تواضعهم وشفقتهم ورحمتهم على أمثالي من الضعفاء، هذا يروق نظري، يجذبني إليهم، يشدني نحوهم. راقني نظرا، أعجبني وسرني وجذبني وشدني إليهم. هذا الذي كان منهم. هم أهل ودي وأحبابي الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا. هم لا يفتخرون، إنما أنا أفتخر بهم. وهل يجوز الفخر؟ يجوز الفخر في بعض المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المعركة رجلا من المسلمين يمشي مشية فيها زهو وفخر، فقال: لا ينبغي الفخر إلا في مثل هذا المقام. وهؤلاء مجاهدون يجاهدون العدو الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رجع من إحدى الغزوات رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. فهؤلاء المجاهدون يجرون ذيول العز مفتخرين معتزين بما أنعم الله عز وجل عليهم بنصرتهم على نفوسهم. نصرهم الله عز وجل على نفوسهم فلم تتحكم فيهم ولم تسيطر عليهم، فأنا أفتخر بهم لأنهم هم الذين يجرون ذيول العز مفتخرين بما أنعم الله عز وجل عليهم، ليس فخرا على الناس، وإنما هو إحساس وشعور بنعمة الله تبارك وتعالى التي أفاءها عز وجل عليهم. نعم. Jadi sifat dalam bait-bait yang akhir ini disebutkan sifat-sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Disebut mereka itu kaum yang mulia, kiramus sajaya. Sajaya mana semua akhlak mereka itu mulia. Semua peribadi mereka itu luhur. Di mana saja mereka duduk, mereka itu baik. Maknanya akhlak mereka sama saja dengan mana-mana manusia. Ma'ajami al-khalqi. Di mana mereka berada, mereka sentiasa bersifat mulia, dan tempat itu akan menjadi harum dengan sebab keberadaan mereka di situ. Saya terlupa, saya tak terjemahkan apa yang disebutkan keharuman yang ada pada seorang orang soleh itu yang dapat dicium ini keharuman yang ada dalam hati batin manusia ini, itu dapat dicium oleh para malaikat, kata Syekh. Itu diketahui oleh para malaikat dan di al-malaikil a'la, seperti mana bau mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga harum di sisi malaikat. Adapun di sisi zahir tidak ada bau sedap pun, tapi harum di sisi Allah. Begitu juga akhlak mereka ini harum. Maknanya begitu juga tempat yang mereka berada itu harum. Sebab apa? Sebab mereka didiami oleh mereka. Maka pada bait yang seterusnya disebut tasawuf itu telah menunjukkan ataupun telah memberikan sebahagian daripada jalan-jalan akhlak mereka. Maksud sebahagian daripada akhlak, turukan tu beberapa jalan daripada tasawuf, ataupun tasawuf ini memimpin kepada kita kepada kepelbagaian akhlak yang ada pada mereka. Jadi kita bila kita belajar tasawuf, kita ambil sedikit demi sedikit akhlak-akhlak daripada mereka. Itu satu tafsiran bagi bait ini. Ada riwayat lain tarafa. Maksudnya tasawuf itu hanya mengajar sebahagian daripada akhlak mereka.
Akhlak para wali ini hanya sebahagian saja disebut dalam ilmu tasawuf. Yang lain tu itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam banyak-banyaknya disebut husnul ta'allufi minhum. Itu sifat mereka menaruh manusia, merapatkan diri pada mereka, bagaimana mereka itu bertawaduk dengan orang-orang seumpama aku, kata pengarang. Itulah yang menyebabkan aku tertarik kepada mereka. Raqani nazara, itulah yang menyebabkan aku kagum kepada orang-orang ahli tasawuf. Mereka inilah yang menyebabkan a'jabani wasaqani ilaihim, yang menarik dan memautkan hati aku pada mereka. Hum ahlu wuddi, mereka itulah orang yang aku kasihi dan kekasih aku. Alladzina hum mimman yajurru dhuyulal izzi muftakhira, daripada orang yang sentiasa membawa kemegahan dan juga sentiasa membawa kemuliaan dan ketinggian. Jadi di sini timbul satu soalan, bolehkah kita berbangga? Bolehkah kita berbangga-bangga begitu? Jadi kata Syekh, Nabi kita SAW, maksud berbangga sini, kita berbangga dengan mereka. Aftakhiru bihim, satu. Yang kedua, Nabi kita SAW pernah bersabda kepada para sahabat dalam medan perang. Ada seorang sahabat Nabi berjalan di medan perang dengan jalannya macam jalan orang angkuh. Maka Nabi SAW bersabda, ini ialah perjalanan yang dimurkai oleh Allah kalau bukan di tempat ni. Kalau bukan di medan perang, medan perang melawan musuh, maka ini cara berjalan yang dimurkai oleh Allah. Tapi di sini tak apa. Mana ketika melawan musuh, maka katanya Syekh, para awliya ini ialah orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Mereka berjihad melawan hawa nafsu, maka mereka juga mendapat kemuliaan, kemegahan. Kalau kita berasa berbangga dengan mereka itu, sebab mereka orang yang telah menewaskan dan menumpaskan nafsu mereka, maka kebanggaan mereka itu ialah kerana mereka itu berjaya menewaskan hawa nafsu mereka dan mengalahkan hawa nafsu. Naam. هذا البيت يقول فيه الشيخ، هذا علماء اللغة العربية يقولون هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. هذه جملة دعائية صاغها الشيخ وساقها في أسلوب خبري، يقول كأنه يحكي: لا زال شملي بهم في الله مجتمعا. كأن أنت تقول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود اللهم صل، رضي الله عنه، المقصود اللهم ارضى، رحمه الله، تقول الله، فكأنك تقول اللهم ارحمه، هكذا. هذا يقول لا زال شملي بهم، كأنه يقول اللهم اجعل شملي دائما بهم مجتمعا، واجعل ذنبي فيهم دائما وبهم مغفورا ومغتفرا. هذا دعاء، لكنه أتى به في صورة الخبر. قال لا زال، لماذا؟ لحسن ظنه بربه، وأنه لا يرد دعاءه، وأنه متوسل بمشايخه، فالله عز وجل لا يمكن أن يخيب رجاءه أو يعني لا يقبل دعاءه. لا زال شملي بهم في الله مجتمعا، وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا. ذنبي مغفور ببركتهم، وذنوبي مغتفرة بجاههم وبسرهم وببركة صحبتي لهم. ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المختار الذي اصطفاه الله عز وجل من بين خلقه أجمعين، سيدنا محمد. يقول خير من أوفى ومن نذر، يعني يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم نذر نفسه لله تعالى ووفى بذلك النذر وأعطى نفسه لخالقه. فأنت أيها المريد إذا جئت إليهم فقد نذرت نفسك لله. إياك أن تنقص عن هذا النذر ولا توفي به، كما نذرت نفسك لله تعالى وفي بهذا النذر، وكن مع الله وكن مع هؤلاء الصالحين لتكون لله تبارك وتعالى لا لنفسك بعد اليوم. الله تعالى يقول لك واصطنعتك لنفسي فكن له. الله تعالى يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكن دائما في عبادته. لذلك أشار إليها إشارة لطيفة وخفيفة فقال محمد خير من وفى ومن نذر، ثم جاء بالتوفية قبل النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نفسه كلها لله تبارك وتعالى حتى قبل أن يرسل وقبل أن يبعث.
فخرج إلى غار حراء. لماذا؟ لله، يتفكر في ملكوت الله، هائما في حب الله، حتى رده الله عز وجل بالرسالة والنبوة والبعث ليأتي بمن وراءه معه، لأن الله تعالى لو قبله وحده فمن كان يهدينا إلى الله؟ لذلك رده الله عز وجل ليأخذ بأيدينا إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خير من نذر وخير من وفى بذلك النذر. وكل مريد جاء إلى طريق الله وفي الحقيقة نذر نفسه لله تعالى، فلا بد عليه أن يوفي بذلك النذر الذي نذره لله تبارك وتعالى، ليدخل في من مدحهم الله تعالى بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإن شاء الله نكون ممن يوفي بما نذر نفسه به لربه تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Jadi pada bait yang terakhir ini pengarang kita telah menyebutkan doanya tapi dalam bentuk khabar. Jadi sebenarnya doa bait yang kedua terakhir ini doa la zala syamli bihim fillahi mujtami'a, senantiasalah aku dihimpunkan dengan mereka itu, mana dengan para aulia, dengan para guru-guru aku, sentiasalah aku berhimpun tidak berpisah. Jadi dia mengkhabarkan, padahal maksudnya ya Allah ijma' syamli bihim, ya Allah himpunlah aku biar aku sentiasa bersama dengan para guruku. Wa dhanbi wa dhanbuna fihi maghfuran wa mughtafara, dan dosa aku padanya pada perhimpunanku itu sentiasa diampunkan oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa digunakan uslub khabar? Uslub khabar ini kata Syekh dikata li husniz zanni billah, kerana bersangka baik Allah Taala akan pasti akan ampun, dan juga kerana bertawassul dengan para masyayikh, dengan para ulama-ulama terdahulu dan para guru, maka dengan keberkatan darjat mereka di sisi Allah Ta'ala, apa jua dosa dalam kita mengikuti mereka juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir disebutkan thumma salatu alal mukhtari sayyidina, kemudian selawat daripada Allah kita curahkan, kita pohonkan kepada Nabi yang terpilih, penghulu kita Nabi Muhammad, khairi man awfa wa man nadhara, sebaik-baik orang yang menunaikan dan sebaik-baik orang yang bernazar. Jadi disebutkan dalam Al-Quran yufuna bin nadri, sifat orang beriman itu orang yang menunaikan nazar, nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ditunaikan dengan sepenuhnya. Maka setiap orang yang datang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau datang kepada jalan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia seperti orang yang bernazar untuk mengikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lagi bahagian untuk nafsunya, tiada lagi bahagian untuknya, semua dia akan tetap berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Maka sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu makna yang halus kata Syekh, diisyaratkan oleh Syekh kerana disebutkan wafat sebelum nazar, disebutkan ditunaikan nazar, ditunaikan apa dia ni, nazar itu sebelum di baginda bernazar. Kenapa? Sebab baginda Nabi SAW sebelum daripada risalah, sebelum kenabian, baginda telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda yang terlebih dahulu